أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة بقى هنتكلم في موضوع قالب السوشيال ميديا المصرية الأيام دي. حالة كده من الغليان والمشاعر اللي طالعة على الهوا، وخصوصا لما تبقى العلاقات العائلية نفسها هي مادة العرض. نتكلم عن شخصيات وعائلات متابعينها زي أبو زياد والحاجة سعدية ونيرة، وكمان آلاء ومحمد ونهال وحسن وحمدي ووفاء. شفنا فيديوهات كتير فيها غضب، فيها ضغوط رهيبة بصراحة بسبب الشهرة دي. فمهمتنا هنا إننا نحاول نفهم أكتر، نغوص كده في القصص دي ونشوف الدوافع المختلفة ووجهات النظر، ونحاول نشوف فين الحقيقة وفين المبالغة. طيب خلينا نبدأ بالقصة اللي عملت ضجة كبيرة قوي. رد فعل أبو زياد كان عنيف بصراحة تجاه اللي هو شايفه معاملة مش كويسة لأولاده، وتحديدا بنته نيرة. الناس اتكلمت عن موقف الرنجة الصبح، وبعدها موضوع الكوارع اللي نيرة كانت باينة فيه محرجة جدا من جدتها الحاجة سعدية. فاكرة التعليقات اللي زي اقري فينا دي أثرت في ناس كتير قوي. طبعا، واللي كان لافت فعل أبو زياد إنه لا، ده ألم حقيقي، ممكن يكون متراكم، ممكن إحساس بالظلم، وممكن كمان وحشة للأولاد بحكم إنه بعيد عنهم. وحتى كان في ناس بتتكلم إن شكله اتغير من كتر الضغط النفسي اللي هو فيه. بس برضو عشان الصورة تبقى كاملة، ظهر فيديو تاني، الفيديو بتاع البوفيه. نيرة ظهرت فيه بتاكل براحتها خالص وكميات كمان. ده ممكن يتفسر على إنه رد على الانتقادات أو محاولة لتصليح الصورة. بس هل ده كافي؟ مش عارفة بصراحة. مظبوط. وده ياخدنا لنقطة تانية، وهي المصداقية. مش بس مصداقية المشاعر، لا، مصداقية الحقائق نفسها. زي موضوع شهادة كورس التجميل بتاعت آلاء. الناس وقفت عند اسم آلاء رزق بدل اسمها اللي الناس عارفاه بيه ولاء، واتقالت اتهامات بالتزوير. ايه الحكاية هنا بالظبط؟ هو التفسيرات اللي اتقالت إن آلاء ده الاسم اللي هي بتحبه وبتستخدمه كتير، والناس سجلت بيه في الكورس عادي. وكمان إن الشهادات اللي زي دي ساعات بتكتفي بالاسم الأول والتاني بس، وظهر لها شهادات تانية في نفس المجال برضو. بس عارف المشكلة الأكبر هنا إيه؟ إن ده بيخلي الناس تسأل، طيب إزاي نتأكد من صحة أي حاجة بيعلنها صناع المحتوى دول؟ المؤهلات، الإنجازات، أي حاجة. الموضوع بقى صعب. وده بيفكرني بالجدل اللي كان حاصل على إعلانات نهال لمنتج التخسيس ده. كان في ناس كتير بتشك في فعاليته أصلا، وده بيحط مصداقيتها هي كمان على المحك كل شوية قدام الجمهور. تمام. والموضوع مش واقف عند الشهادات والإعلانات بس، لأ، ده بيمتد لطبيعة المحتوى نفسه. هل هو حقيقي ولا تمثيل؟ شفنا ناس كتير بتقول إن مشاهدات معينة كانت فيك، زي مثلا خناقة محمود وسحر مع الحاج جابر. كان في تعليقات كتير قوي بتقول إنها تمثيل، وركزوا على تفاصيل زي نظرة الحاج جابر للكاميرا في نص الموقف. إزاي بالظبط كده. وهنا بقى بندخل في منطقة تانية خالص، منطقة المسلسلات الدرامية تقريبا اللي بتقدمها بعض العائلات زي حمدي ووفاء. طبعا في جودة إنتاج عالية، تصوير ومونتاج احترافي، محدش يقدر ينكر ده، شغل سينما تقريبا. لكن الانتقاد اللي دايما بيتكرر هو إن المحتوى ده ممكن يكون تمثيل في تمثيل، الهدف منه استعادة ثقة اتهزت أو تقديم صورة معينة بعد أزمات حصلت قبل كده. فالسؤال هنا مش بس عن الحقيقة، لا، هو الجمهور نفسه عايز إيه؟ عايز يشوف واقع بحت ولا دراما متصورة حلو؟ ووسط كل ده بقى بتظهر ملاحظات تانية كده على جنب عن العلاقات بين الشخصيات دي نفسها. مثلا في كلام إن نهال كأنها بدأت تقلد آلاء في حاجات معينة، خصوصا بعد ما آلاء بدأت المشروع بتاعها ده. فجأة كده بقينا نشوف نهال مركزة قوي على إنها تظهر الدعم بينها وبين جوزها، وتتكلم عن نجاحاتها هي كمان. هل دي صدفة ولا منافسة ولا تقليد؟ الواحد مش عارف. وفي ملاحظة تانية كمان لافتة للنظر، في ناس لاحظت إن طريقة كلامها أو بعض تصرفاتها زي الصوت العالي أو المدح في النفس وكده بقت شبه نهال شوية. وده بيخلينا نسأل بقى عن التقصير والتأثر بينهم، مين بيستلهم من مين، وهل ده بيحصل بوعي ولا تلقائي؟ في البيئة دي الكل بيراقب الكل وبيحاول يلاقي لنفسه حتة مميزة. ظاهرة التقليد دي موجودة طبعاً.
يبقى إحنا كده قدام صورة معقدة قوي بصراحة، فيها مشاعر عائلية حقيقية وممكن تكون مؤلمة كمان بتظهر قدام الكاميرا، وفيها أسئلة كبيرة عن الصدق والمصداقية سواء في المشاعر أو الحقائق المعلنة أو حتى المحتوى نفسه واقعي، وكمان فيها علاقات إنسانية بينهم وبين بعض بتتغير وبتتشكل قدام عينينا كلنا. وده فعلا اللي لازم يخلينا نسأل نفسنا، الضغط المستمر ده ضغط إنك لازم تعمل محتوى كل يوم ولازم يكون جذاب ومثير للجدل، تأثيره إيه بجد على العلاقات الأسرية دي لما الكاميرا تتقفل، والفاصل بين شخصيتهم الحقيقية والصورة اللي بيصدروها للناس؟ هل ممكن الخط ده يختفي خالص في وقت من الأوقات؟ سؤال مهم قوي ومحتاج تفكير. لو النقاش ده عجبكم ادعمونا باللايك والشير، واشتركوا في القناة عشان تتابعوا تحليلاتنا الجاية أول بأول لكل اللي بيحصل في عالم صناعة المحتوى.